تخيل كده لو نقدر نسافر للمستقبل، أو إنك تسافر من مجرة لمجرة بسرعة خيالية. طب يا ترى إيه هو سر الثقب الدودي والزمكان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم يوسف الأشهر. هل نقدر نسافر عبر الزمن؟ وإيه هو الثقب الدودي اللي ممكن يبقى مفتاح للتنقل بين المجرات؟ لو عايز تعرف كمل الفيديو لآخره. خليني أبسط الموضوع أكتر. إحنا متعودين إن الزمن ده حاجة ثابتة، وإن الفضاء ده مجرد فراغ، لكن الحقيقة مختلفة تماما. أينشتاين قال إن الزمن والمكان دول مش حاجتين مختلفين ولا منفصلين، بل العكس، دول حاجتين مرتبطين وبيكونوا حاجة اسمها الزمكان. طب يعني ايه زمكان؟ الزمكان ده هو عبارة عن شبكة أو طبقة في الفضاء. تخيل كده إن الكون ده عبارة عن مراية سرير. لو حطيت كرة تقيلة في النص، المراية مش هتنحني؟ ولو رميت كرة صغيرة جنبها، مش هتلاقي الكرة مشيت في خط مستقيم، بل هتلاقي الكرة لفت حوالين الكرة الكبيرة. وده بالظبط اللي بيحصل في الفضاء. أي جسم كبير زي الشمس بيعمل انحناء في طبقة الزمكان، وده اللي بيخلي الكواكب تدور حوالين الشمس بدل ما تمشي في خط مستقيم. بمعنى تاني، الجاذبية مش مجرد قوة، لا، الجاذبية هي سبب انحناء نسيج الزمكان. مثال تاني، لو جبت ترامبولين وحطيت في نصها كرة بولينج هيحصل انحناء. فلو جبت كرة بقى تانية صغيرة ورميتها حوالين كرة البولينج، هتلاقي الكرة الصغيرة بتلف حوالين كرة البولينج. وده بالظبط اللي بيحصل في الكون، بس بدل الترامبولين بيكون نسيج الزمكان. وده معناه ان اي حاجة ضخمة زي الشمس او الثقوب السوداء بتقدر تتحكم في حركة الاجسام اللي حواليها. طيب احنا فهمنا بقى ان الفضاء ده مش مجرد فراغ وانه نسيج ممكن ينحني، لكن لو قلنا اننا نقدر نعمل اختصار في النسيج ده، يعني بدل ما نسافر آلاف السنين عشان نوصل لمكان معين في الفضاء، ممكن نستعمل اختصار، والاختصار ده هو ثقب اسمه الثقب الدودي. لكن في الأول خلينا نعرف ايه هو الثقب الدودي ده بالظبط. الثقب الدودي ده في الأول خالص هو كان نجم، والنجم ده انفجر. فلما انفجر عمل انحناء كبير جدا في طبقة نسيج الزمكان، فبالتالي من قوة الانحناء ده فتح من الناحية التانية. ببساطة، لو احنا موجودين في الحتة دي وعايزين نوصل لحتة بعيدة جدا، فليكن هي دي، الطريق ده هيستغرق آلاف السنين. فعن طريق الثقب الدودي احنا هنمشي في الحتة دي ونكون اختصرنا الوقت ده كله. الثقب الدودي هو فكرة موجودة في النظرية النسبية بتاعة أينشتاين. هو عبارة عن نقطة بتوصلك من مكان البعيد جدا لمكان بعيد جدا في بوابة. احنا عايزين نوصل من النقطة A للنقطة B، فلو مشينا المسافة دي كلها المسافة هتطول جدا والمكان هيبقى بعيد جدا. فالثقب الدودي بيعمل اختصار، فبحيث يوصلنا من A ل B في لحظة واحدة بس. وهو مش بس اختصار للمسافة، لكنه كمان اختصار للزمن. ممكن بسببه نسافر للمستقبل، لكن مش بالسهولة دي، لأن لحد دلوقتي العلماء ما اكتشفوش ثقب دودي قريب من الأرض، مش زي فيلم انترستيلر كان جنب كوكب زحل. بل الثقب الدودي هو شيء موجود في النظرية النسبية بتاعة أينشتاين بس. كمان العلماء اكتشفوا أقرب ثقب دودي للأرض، لكن على بعد 1600 سنة، يعني هنحتاج ثقب دودي كمان عشان نروح. طيب احنا لقينا ثقب دودي ودخلناه وخلاص قررنا نطلع منه على المجرة الجديدة، لكن واجهتنا أكبر مشكلة، إننا مش هنعرف نرجع تاني. إن لو السفينة الفضائية خرجت من الثقب الدودي للمجرة التانية وقربت من ثقب أسود أو أي جسم تاني، جاذبيته هتسحبها عندها. طب إيه المشكلة؟ إن لو الجسم الكبير ده سحب السفينة الفضائية في مجاله، الزمن هيبدأ يتباطأ بشكل كبير جدا على حسب بعدها أو قربها من الجسم. يعني على حسب المسافة اللي بينهم ممكن الثانية تستغرق مئات السنين على الأرض. طب ليه مش هينفع يرجعوا؟ ما انت قلت في الأول إن ده ممكن يساعدنا في سفر للمستقبل، مش كده؟ بالظبط. لكن أنا قلت في الفيديو اللي فات إن بحلول سنة 2075 العالم ممكن ينتهي. لما هما يقعدوا مئات السنين في الفضاء ويرجعوا مش هيلاقوا حاجة يقعدوا فيها. والفيلم انترستيلر كانوا قريبين من ثقب أسود بمسافة معينة زي ما أنا قلت، فعلى حسب المسافة دي وبحسبة معينة
الساعة اللي كانوا بيقعدوها هناك كانت بمقدار 7 سنين على الأرض. ولما بعدوا شوية عن الثقب الأسود وراحوا مركبة فضائية تانية، لقوا الشخص اللي كان قاعد فيها مستنيهم بقاله 23 سنة، وحسوا إن هما قعدوا 3 ساعات وشوية بس ده مش خيال علمي، ده حقيقة فعلا. والدليل على الكلام ده هي معادلة أينشتاين النسبية. احنا دلوقتي فهمنا إن الكون مش مجرد فراغ، لكنه نسيج بيتأثر بالأجسام الضخمة، وإن الزمن مش ثابت لكنه ممكن يبطأ أو يتسرع على حسب المكان اللي انت فيه. الثقوب الدودية ممكن تبقى مفتاح السفر بين النجوم، بس لسه يعني قدامنا شوية وقت عشان نعرف نستخدمها كويس. واضطراب الزمكان ممكن يخلينا نعيش في أوقات مختلفة رغم إننا في نفس اللحظة. السؤال بقى، لو الناس اللي في الفضاء دول اتصلوا فيديو كول على حد في الأرض وهم قريبين من ثقب أسود وداخلين في اضطراب الزمكاني، ايه اللي هيحصل؟ لو عجب الفيديو وسيبوا لايك فولو. سلام.